السلام عليكم أصدقائي، كي دايرين؟ معكم جيت معكم فيديو تاني ديال الفيديو ديال اليوم غيكون ديال الجغرافيا. هو كيف ما شفتوا في الصورة الدرس الثالث، المغرب موارد باطنية مختلفة. الأنواع اللي غادي نتعرفوا عليهم هما هادو أولا أهم الثروات المعدنية بالمغرب، وثانيا ضعف مصادر الطاقة الباطنية بالمغرب، وثالثا مكان الفرشة المائية بالمغرب. دعوا على بركة الله درس اللي هي تكون عندنا عفوا سمحولي. دابا نبداو الدرس. غنشوفو قالك إذا كانت أرض بلادي تتوفر على أنواع متعددة من الموارد السطحية فإنها تختزن موارد باطنية. دونك الأجوبة اللي غنجاوبو عليهم أو الأسئلة اللي غادي نجاوبو عليهم: فما هي أنواع الموارد الباطنية التي يتوفر عليها المغرب؟ وما حجم إنتاجها؟ وكيف تتنوع في بلاد؟ يختلف توزيع وحجم الموارد المائية الجوفية والمعدنية بالمغرب. دونك نشوفو دابا نجاوبو. يتوفر المغرب على موارد مائية متنوعة كمياه سطحية ومياه جوفية، يتركز معظمها في القسم الشمالي الغربي من البلاد: حوض، سبو، الربيع وأم الربيع واللوكوس وكانسيفت وسوس ماسة، حيث يسود المناخ المتوسط أما الجنوب فيسود به المناخ الصحراوي. ويعتبر حوض سبو من أهم الأحواض التي تتوفر على أهم مخزون للمياه الجوفية، هو اللي عنده نسبة كبيرة من الماء، هو حوض سبو. كما قلتو هادشي اللي قلت دابا زعما حوض سبو هو عنده أهمية، هو عنده أكثر نسبة تاع المياه الجوفية. لكن رغم ذلك تبقى بلادنا تتوفر على مخزون قليل من المياه الجوفية مقارنة مع مخزونه من المياه السطحية التي هي كذلك في تراجع كبير خلال الفترات الأخيرة، نظرا للتوالي سنوات الجفاف والاستقلال المفرط سواء للمياه السطحية أو الجوفية، مما يهدد مستقبل المغرب من حيث الماء. لذا وجب الحفاظ عليه وترشيد استهلاكه كاعتماد وسائل متقدمة في السقي، مثلا كالسقي بالتقطير. هنا كما كتشوفوا معنا هاد الشيء اللي قلت لك، هاد الفقرة اللي قلت لكم دابا، يعني بحال كيف ما طارينا دابا الجفاف، دابا طرالينا الجفاف، مبقاتش كتصب داكشي، خصنا نستهلكو الماء. قالك وترشيد استهلاك اعتماد وسائل متقدمة في السقي، مثلا كالسقي بالتقطير. اش كتعني هاد كالسقي بالتقطير؟ ماشي زعما تجيب شي تيو مركبو مع شي روبيني ودا تخوي، لا، تجيب شي مقراش فيه تقابي ودا تكب بيه، تجي شي قرعة فيها التقابي بدا تسقي بيها، يعني تسقي غير بالتقابي، ماشي تعمر تسقي بالماء كيف شي كيرشرش نيشان من الروبيني. هذاك الماء اللي يخرج بالتقطير. ونحافظوا على الماء ونستهلكوه، بحال زعما راه غيقطعوه لينا نستهلكوه حنتاش. المهم ندوزو الفقرة الثانية. نحافظوا على الماء، لذا واجب الحفاظ عليه وترشيد استهلاكه كاعتماد وسائل متقدمة كما قلت لكم السقي بالتقطير. ندوزو نشوفوا الحاجة الثانية. قالك يشكل الفوسفات أهم ثروة معدنية في المغرب. إذن نشوفوا دابا شنو هو هاد الفوسفات. يعد الفوسفات أهم معدن يتوفر عليه المغرب، والفوسفات هو أهم معدن يتوفر عليه المغرب. إذا وصل إنتاجه في سنة 2014 إلى
27,396 طن، ويعتبر المغرب أول مصدر في العالم. قال لك الفوسفات هو أهم معدن كاين في المغرب، كيتوفر عليه المغرب لحد الآن، إلى وصل إنتاجه إلى سنة 1114 إلى 27,396 طن، ويعتبر المغرب أول مصدر في العالم. يعني المغرب كيعتبر هو أول مصدر في العالم. ودابا غادي نشوفو مين كيستخرج الفوسفات. يستخرج الفوسفات من مناجم خريبكة واليوسفية وبوغرام. ويشرف المكتب الشريف للفوسفات OCP على عمليات الاستخراج والتصنيع والتصدير. يتوفر المغرب على معادن أخرى قليلة الإنتاج كالحديد والناظور والنحاس، كالحديد في الناظور مدينة الناظور، والنحاس بمدينة بني ملال، والرصاص بمدينة ميدلت. دونك دابا نشوفو على مناش يعاني المغرب من قلة مصادر الطاقة، مما يدفعه إلى الاسترداد والاعتماد على الطاقات المتجددة. إذا نشوف أول حاجة كيفاش كينتج المغرب كميات قليلة من المصادر الطاقة. نشوفوا السؤال الأول يكون عندنا نعم ينتج المغرب كميات قليلة من مصادر الطاقة. نشوف شنو هاد المصادر القليلة ديال الطاقة. تتنوع مصادر الطاقة بالمغرب بين الفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي، إلى أن الإنتاج الوطني لهذه الموارد ما زال ضعيفا، لا يسد الحاجيات الداخلية، ولذلك يستورد المغرب معظم حاجياته الطاقية من الخارج بتكلفه مرتفع. قال لك المغرب كيتنوع من مصادر الطاقة بالمغرب بين الفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي، إلى أن قال لك الإنتاج الوطني لهذه الموارد ما زال ضعيفا لحد الآن، هو باقي ضعيف، باقي الإنتاج ديالو ضعيف قليل، لا يسد الحاجيات الداخلية، ولذلك يستورد المغرب معظم حاجياته. قال لك زعما كيستورد معظم ديال حاجياته الطاقية من الخارج، يتكلف بتكلفة مرتفعة، يعني كيهتموا به بتكلفة مرتفعة وخا هكاك ما زال ضعيفا. نشوفوا السؤال الثاني اللي غيكون عندنا. قال لك يعوض المغرب النقص في مصادر الطاقة بالطاقات المتجددة. نشوفوها. قال لك أدى النقص الحاصل في مصادر الطاقة بالمغرب إلى اعتماده على الطاقات المتجددة كالطاقة الريحية بمحطة طنجة، والطاقة الشمسية بمحطة نور بورزازات والطاقة المائية. قال لك أدى المغرب النقص الحاصل في مصادر الطاقة، مصادر الطاقة جاية أدى فيها بزاف تاع النقص كالطاقة الريحية. قال لك كالطاقة الريحية أدى النقص الحاصل في مصادر الطاقة في الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة المائية. للمنطقة ديال هاد الطاقات قلنا الطاقة الريحية هي المنطقة ديالها هي محطة طنجة، والطاقة الشمسية هي محطة نور بورزازات، والطاقة المائية حتى هي كاينة بمحطة نور بورزازات. المهم دابا غنختمو هادشي كله هاد الدرس كله غادي نختموه بجوج اسطورة. يتوفر المغرب على معادن متنوعة، لكن إنتاج مصادر الطاقة ضعيف جدا. المغرب كيتوفر على معادن، على بزاف الأشياء، على بزاف المعادن متنوعة، وخوكاك إنتاج ديال المصادر ديال الطاقة ضعيف، مما يخلق مشاكل اقتصادية أبرزها العجز في الميزان التجاري. يعني كيعجزوا على الميزان التجاري، هو الميزان التجاري هو اللي كيجروا به الميزان اللي هو المهم دوتو دابا لواحد الحاجه اللي ما درناش في الفيديو الاول غنديروها دابا. شنو هو المفهوم ولا
المعنى ديال المناخ. المناخ هو خلاصة الأحوال الجوية ديال هذا الدرس. المناخ هو عندنا ديال هذا الدرس المعادن. المعادن، شنو هو المفهوم ديال المعادن أو المعنى؟ المعادن هو منتجات أولية خام مستخرجة من باطن الأرض، كيستخرجوها من باطن الأرض أو من سطحها، قابلة للتحويل والتصنيف. هي مقبولة، تقبل، يمكن لك تحولها ويمكن لك تصنفها. ودابا نشوفوا المفهوم ديال مصادر الطاقة أو لا النوع أو لا. يلا نشوفوا المفهوم ديالو وشنو كيعني. مصادر الطاقة هي مواد تسمح بتوهيد الطاقة الحرارية المحركة للآلات المختلفة. كيسمح بتمهيد الطاقة الحرارية المحركة للآلات المختلفة. نشوفوا الميزان التجاري. المفهوم ديالو هو حاصل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات. شي يعني زعما هو كيفرق لك ما بين حاجة وما بين حاجة، بحال مثلا كيفرق لك ما بين كيلو وما بين 2 كيلو، ما بين 3 كيلو وما بين 4 كيلو. المهم سال الدرس اللي انا ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم وتهلاو. متنساش دير لايك، كنتي باقي ما اشتركتيش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. اي فيديو نلوحوه يوصلكم. الى اللقاء.